اتفضل يا يوسف، نورتنا. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. عنك انت اتفضلي. كانش له لازمه والله. قول لي بقى، نادين مزعلك في ايه؟ لا ابدا، هو انا في الحقيقه يعني اعرف نادين بقالي فتره طويله، بس في الفتره اللي فاتت دي كده الدنيا ما كانتش مظبطه خالص، مش عارف ليه. نادين بنتي عندها مشكلة نفسية من وهي صغيرة بسبب باباها. دي هي مفهماني انه باباها كل حاجه بالنسبه لها، وان هو مش مخليها نفسها في اي حاجه وكده يعني. ده اللي بتتمناه من جواها. أنا مش هخبي عليك، باباها اتجوز من زمان وهي كانت متعلقة بيه جدا، ولما سابنا وراح قعد مع مراته التانية حصل لها عقدة، صدمة، وبعد شوية ابتدت ترجع لحياتها الطبيعية وتعيش حياتها. بس كل ما بيحصل إنها ترتبط بحد المشكلة بترجع لها تاني. رحت الانسون بتاع عمك عيد يا نحله. انا يا رايق. ايه يا عم عيد؟ نعم. ما العاد زي الفل اهو، امال انت جاي لي في ايه؟ تمام يعني؟ تمام طبعا، بس انا معلش يعني بعاتب عليك. خير؟ يعني انت راجل راح تكتب العقد بره وتجيب بصصني عليه، ولا انا ليا في عقود الايجار والتمليك ماليش فيه؟ والنعمه ابدا يا رايق. انت عارف ان انا زبايني كلهم بجيبهم لك، بس العقد ده بقى بالذات خلصان من المحامي المشتري. راجل اسمه ممدوح ده، ها؟ انا سامع انت شغال معاه زي الحلاوه، الله يبارك له يا سيدي. تعال انت يا نحله اقعد خلص مع عمك عيد، تعال. لا يا رايق، لا مش يا عم روح شوف شغلك. ماشي يا رايق، ماشي. غريب قوي مش ممكن. معلش، ما انت عارف بقى ان انا سمسار المنطقه دي من اكتر من 25 سنه. يا عم ربنا يديك الصحه ويسهل لك يا رب، بس انا عايزك تضمن حقك منه وتضمن حقك كمان من البايع عشان ما يجيش فيهم يعملها معاك. لا، حق منه هو مضمون، ما فيهوش اي مشكله، انما الدور والباقي بقى من البايع، انت اللي تخلصني منه. يا عم رقبتي، بس قول لي هو مين؟ انت يا رايق. انا ايه؟ ما هو انا جاي لك في كده اصلا. ممدوح بيه عاوز يشتري القهوه والارض منك، فهمني بس، هيديك كل اللي انت عايزه، وانا مفهمه ان انت عم المنطقه دي كلها، وكل اللي انت عايزه هيديك. يا عم عيد، يا عم عيد، بيع ايه وبيت ايه واللي انا عايزه ايه؟ انت شايفني مش لاقي اكل يا عم عيد ولا ايه؟ العفو يا رايق. الله، يعني هو كل اللي باعوا قبل منك لا مؤاخذه مش لاقيين ياكلوا؟ ما هو ناس محترمين برضه زيك على فكره. عم امين باع، وعم ياقوت باع، وعم سليم اسكندر بكره. يا عم الحاج انا ماليش دعوه بحد. استغفر الله العظيم يا رب. بقول لك يا عم عيد، روح قول للجحش اللي بيحش في الحته ده يجي لحد عنده ويقف، الرايق ما بيبيعش. يلا صباح الفل يا عم عيد، اتكل على الله. خلاص يا عم، كاني ما قلتلكش حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اليانسون يا عم عيد. اشربوا انت. قال يبيع قال. ده حاجه تجنن يا اخي. يا عم انت بتعمل ايه؟ كل ما اشوفك عليك بتنضف في الصوره، انا قربت اطلع منها يا عم الحاج، روح شوف شغلك. ماشي يا رايق. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا، خطوه عزيزه. ربنا يعز مقدارك. فاكر ايام زمان يا ابو علي؟ ودي ايام تتنسي؟ ده انت ياما كنت بتقفل صلاه. وانت يا مديحه، مش كنت انت وزوزة اصحاب وبتشتغلوا في صاله حلم تدرس؟ الا فين البت دي دلوقتي؟ هي موجوده؟ ايوه الحمد لله يا اخويا موجوده. البت دي كانت لعبيه ونخشه قوي. هتفرح قوي لما تعرف ان احنا شفناها. والنبي لما تقابليها بسلمي لي عليها. عينيا. بس المهم دلوقتي يعني احنا كنا جايين لك قصدينك في خدمه. امور تحت امركم. احنا عايزين نسالك على واحد كان صاحبك زمان. مين؟ شكري البيومي. شكري البيومي؟ يوه، ما تجيبوليش سيرته خالص. خلاص، ليه ماله؟ واد رمة، يبان ان هو من عيله كبيره ووارث، انما يبيع ابوه عشان الجنيه. شكري ده نيته مش خالصه خالص. طب ما تعرفش طريقه فين يا حسن؟ اعرف طريقه ليه؟ ربنا يبعدنا عنه. بس قولوا لي، انتوا ايه اللي فكركم بيه دلوقتي؟ في حاجه؟ لا يعني ابدا، دي مديحه كانت سايبه معاه شويه ورق مهم كده زمان، وبعدين يعني عايزاهم دلوقتي بقى علشان تثبت بيهم حته ارض كده، وهو اختفى فجاه مش عارفين له طريق جره. لقيتيش الا ده تستأمنيه؟ طول عمرك طيبه كده على نياتك. يا ساتر. طب ما تعرفش حد يدلنا عليه؟ ايوه، في واحده اسمها تيسير هانم، كان في بينه وبينها تجاره. الست دي يعني استغفر الله العظيم، يعني الله اعلم كان مرافقها. بس الست دي انا اعرف عنوانها،
ايوه كان بيبعتني ابعت لها حاجات. انا عارف بيتها، بس ما اعرفش اذا كانت موجوده لغايه دلوقتي ولا مشيت ولا سابت البيت. اصل انا قطعت علاقتي من ساعتها خالص. طب ما تدينا العنوان يا حسن، يمكن تكون موجوده وتدلنا عليه. طبعا ما تتغدوا، هديكوا كل حاجه. لا متشكرين قوي، عايزين نلحق النور بس. ما ينفعش، ده انتوا ليكوا وحشه كبيره. انا لازم اقول للولاد يجهزوا لكم حاجه كده على السريع. يا ابراهيم. ايه ده يا يوسف؟ انت كنت عندنا صح؟ ايوه يا نادين. والله العظيم انا كنت متاكده انك هتيجي، كنت متاكده انك هتكلم ماما. انت كلمت ماما؟ انا فعلا كنت قاعد مع مامتك شويه يا نادين. انا بحبك قوي يا يوسف. اهدي يا نادين، احنا في الشارع ما يصحش كده. على فكره طز في اي حد، ما يهمنيش اي حد، انت كل حاجه بالنسبه لي. طيب اطلعي بقى عشان عندي شغل، يلا. طب انت ليه ما قلتيش انك جاي؟ انت كنت عايز تعملها لي مفاجاه؟ نادين اطلعي بقى، عندي شغل بقول لك. مش مصدقه. طب مش هعطلك، بس عشان خاطري كلمني في التليفون. طيب حاضر. طب اقعد معاك شويه. لا والنبي شويه. عندي شغل بقول لك، عشان يلا خاطري. يلا يا نادين بقى على طب البيت. كلمني. حاضر حاضر. خلي بالك من نفسك يا يوسف. حاضر. خلي بالك من نفسك. حاضر يا أنا نادين. بحبك قوي. حاضر يلا. لا اله الا الله. محمد رسول الله، يلا. باي باي باي. باي. طلع عيني. انت ايه رايك في الحصان ده؟ تفهم في الخيل؟ والله يا باشا يعني انا بفهم على قدي. بص كده على الحصان ده وقول لي رايك فيه ايه؟ الحصان حلو يا باشا وبيتنطط. بتنطط؟ ده اخر يوم ليه في التنطيط. ليه كده بس يا باشا؟ خذلني، اشتريته واهتميت بيه، كان ملك السباقات، بس في اخر سباق خسرني وخسر ناس كتير تبعي، عشان كده قررت اموته. انت ايه رايك؟ والله يا باشا انا رايي يعني انك تديله فرصه، خصوصا يعني زي ما سعادتك بتقول انه كسبك سباقات قبل كده يعني. شايف كده؟ والله يا باشا الموضوع يرجع لك، ده رايي مش اكتر. حصان زي ده يا باشا اكيد ثمنه يعني بالشيء الفلاني. انا اللي خسرني ملوش تمن. قول لي، انت تعرف الشيمي منين؟ الشيمي؟ الشيمي ده يا باشا في واحد صاحبي شغال عنده في البازار. صاحبك؟ اه يوسف. عشان كده رحت تدافع عنه ها؟ مش دفاع يا باشا، هي مجامله مش اكتر. مجامله؟ بقى انا ابعت ناس عشان يخلصوا لي شغل وانت تروح تضربهم عشان تخسرني؟ ما تبع سعادتك والله العظيم ما اعرف، هو انا مجنون يعني اعمل حاجه زي كده؟ او اللي حصل يا ديب. يا باشا انا اسف، انا ما اعرفش، انا ما كنتش خدت خطوه واحده لو اعرف حاجه زي كده. انا كنت فاكرهم شويه عيال بلطجيه رايحين يعملوا نمر على الراجل. هو انا مجنون يعني ابوظ شغل سعادتك؟ مجنون. مصدقك، بس على فكره انا عايزك تبعد عن الشيمي ده خالص خالص. انا مش هسمع لحد بعد كده يخسرني. يا باشا انسى موضوع الشيمي ده خالص، احنا ما جبناش سيرته، انساه يا باشا. سامي، شو هديبه؟ الحصان ده خسرني وانا خلاص، اللي خسرني ملوش لازمه، موته. ها؟ ياسر موته هديبه. دي حكايتك بقى يا سعيد، مش هتبطل حركاتك دي؟ حركات ايه؟ يعني انا بعتك الولد تقعد تلعب في دماغه؟ اسمعني بقى يا سعيد، انا بقولها لك لاخر مره وبحذرك، الولد مش هيبعد عن امه. سلام. ايه يا بابي؟ ده سعيد مش كده؟ ايوه. عايز ايه؟ الكلام اللي بيقوله الرامي وحذرت انه استمر بقى بنفس الطريقه، يرد عليا يقول لي ايه؟ انا همنعه يشوفكوا خالص. بابي انا قلت لك ما تكلموش، ما كانش ليها لازمه ابدا المكالمه دي. هو اصلا مش هيشوف الولد تاني من غيري. موضوع بقى انه يروح معاه ينساه. انا مش عايزك تتعاملي مع الجرع ده باي شكل من الاشكال، ده غشيم في تصرفاته. يا باشا يتغشم على مين؟ يجرب بس هو ويشوف ايه اللي هيجرى له. انا مش عايز الموضوع يتطور اكتر من كده، وعايزك تهدى من ناحيته. سيبوني انا اتصرف معاه. طب يا بابي
انا كنت رايحه اخلص موضوع الارض مع الراجل وجاي اخد شويه حاجات. هتيجي معايا يا يوسف؟ اه طبعا. طيب يا بابا. بيطمنوني. مع السلامه. عن اذنك يا باشا. باي. سيد